إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لو اتعرض عليك $1,000,000 مقابل ان تحط والدتك في دار مسنين، رد فعلك ايه؟ لا طبعا. ليه؟ عشان راجل صعيدي ما ينفعش، امك يا عم شالتك الدنيا كلها مش تقدر تشيلها ما ينفعش. مش رجوله اصلا ان انت تعمل كده، حط امك في دار مسنين. بكره لما تكبر وابنك ممكن يوديك دار مسنين، حتى لو اخ معاق ليك، حد تعبان، لازم انت تشيل ده، لان انت ما تعرفش الدنيا دواره، ممكن انت في نفس الموقف تتحط. اما انت مش هتيجي معاك ان انت مثلا ابنك يوديك دار مسنين، يبقى انت لا ما توديش امك ولا ابوك دار مسنين. صح. تسلم والله، ودي شهامة الراجل الصعيدي، يعني تحية ليه والله العظيم. ربنا يكرمك يا غالي حبيب قلبي. والله دايما يعني طول ما الام والاب عايشين فرصه الرزق كده شغاله، اول ما هم بيروحوا بينقطع الرزق. انا قبل ما بطلع اشتغل يوم اللي والدتي فيه ما بتدعيليش فيه ان انا ربنا يرزقني، والله ما بشتغل بفلوس كتير، بس انا اليوم اللي وانا خارج دعت لي، والله العظيم انا عملت مبلغ كويس في يوم واحد، يعني عملت مبالغ كتير جدا. وطبعا ربنا بيقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو اتعرض عليك $1,000,000 مقابل ان تحط والدتك في دار مسنين، رد فعلك؟ والله والدتي الله يرحمها يعني يا ريت تكون موجوده معايا وانا اشيلها على دماغي من فوق. كفايه بس دعواتهم لينا بس. في ناس كتير وحشه، واللي تلاقيهم اوحش دول هم اللي معاهم فلوس فعلا هم بيعملوا كده، مش قصه ان واحد مش قادر كمان ان هو يصرف عليها، ده اللي معاه فلوس هو اللي بيعمل كده للاسف. لا احنا معانا الاسلام بتاعنا طبعا، وغير الاسلام انت لو جيت تبص للحيوان، الحيوان بيجرهم، ما بالك احنا كبني ادمين ومسلمين كمان، فديننا ما بيأمرناش بكده. واتعرض على حضرتك $1,000,000 مقابل ان تحط والدتك في دار مسنين، رد فعلك ايه؟ طبعا ما ينفعش، لان الوالده دي كل حياه الانسان يعني. فعلا والله. يعني في ناس اللي هي معاها ملايين وبيحطوا يعني والدتهم في دار المسنين، رد فعلك ايه على اللي بيحصل؟ لا دي ست، يعتبر ست الكل. يعني الواحد لما يكبر يترمي ولا يتشال على الراس؟ لازم يتشال واخدمه بعناية طبعا لغايه اخر لحظه في عمر الانسان يعني. كده انا الحمد لله انا والدتي معايا، واخد بال حضرتك، ما بتمشيش، والحمد لله ربنا رزقني بزوجه محترمه خدمه. الصحه. الحنيه ما بتشريش. صح.